قبل ما ابدا الحلقه دي عايز اقول ان بعد ما اتاكد لنا قبل مباراه الجيش اصابه محمود عبد العزيز زيزو بالرباط الصليبي، عايزين نقول له الف سلام عليك يا كابتن، تقوم منها باذن الله في اسرع وقت من غير ما تاثر عليك ولا على مستقبلك ولا دقيقه. الف سلامه يا زيزو. ومره ثانيه الرباط الصليبي بيضرب لعيب في الاسماعيلي. بعد مدينه الملاهي اللي اتشقلبنا فيها في الدور الاولاني حبه فوق وحبه تحت، اقدر اقول ان بكل صراحه دي نهايه كويسه للدور الاول. من الاعتبارات اللي ارجو من حضرتك تاخد بيها وانت بتتفرج على الحلقه دي هي اول حاجه ان انت تسمع كلامي كويس وتفكر فيه قبل ما تعلق عليه، وتشوف الماتش اللي هتكلم عنه ده مره تانية بهدوء، او على الاقل تفكر فيه بهدوء بره الحماس بتاع اللايف. بدون تغيير في الدفاع ولا في وسط الملعب الدفاعي، كان اهم تغيير حصل في تشكيلتنا الاساسيه في المباراه دي هي تدوير شكل الهجوم بس مش اكتر. وبما اننا خلاص طلعنا عمر الوحش بره، دخلنا تورك جبري مكانه، فهنلعب باحمد سمير جناح. وما زال لما بنبص على الدكه ما بنلاقيش اي مهاجم صريح يقدر يعوض ولا يسند جنب مروان محسن، فمروان محسن المفروض ان هو اللي هيخلص في المباراه دي، وخلص في المباراه دي. بحكم التعود كان اغلب اللي بيتفرج على الماتش لسه يا بيجيب حاجه يشربها، يا بيفكر هيتفرج على قناه ايه، يا حتى بيكمل اكل الغدا بتاعه، واغلبنا ساعتها اتفاجئنا. جول من جمله فنيه محطوط بالروعه دي وفي اول ربع ساعه. هدف مروان ما كانش بس تنويه، لان الاول مره من اسابيع هنشوف ماتش مثير من اوله لاخره الاسماعيلي طرف فيه، لكن كمان كان تحرير للعيبه ورجليها في الملعب. تحرير والسيوله في الهجمه شفته بعد الهدف كان مختفي من ايام، انا عارف ان انا بقول عن المباراتين دول كتير، بس مباراه الحرس والاتحاد. اكيد شفت الهدف اللي دخل فينا من الجيش ومش محتاج ان انا اعيدهولك تاني وانت فرحان بالفوز، بس شفت دول؟ المرة دي هيعملها جامدة حلوة خطيرة مش ممكن يا ولد يا عواد. جديد قناوي سهلة المرة دي، انما بالبوكس عواد يقلبها لسه تسديدة في الزحمة. وبعد ما كمل مروان مباراة تانية كاملة ليه معانا بصناعة الهدف التاني لأحمد سمير، اعتقد انه وضح قبل التوقف الدولي ده ان مروان محسن اتحول في الاسماعيلي من مهاجم لمهاجم وصانع لعب لكده. ايجابيات مباراة الجيش. الإيجابية الأولى الرغبة في الفوز. الروح كانت حاجة تريكي شوية عندنا في الإسماعيلي هنا من بداية الموسم ده، يعني ماتش تبقى موجودة بس النتيجة لأ، ماتش تغيب بس النتيجة تبقى موجودة، ماتش تبقى الروح والنتيجة موجودين وبعديه تخش على 4 ماتشات ضنك. في ماتش الجيش كانت الروح موجودة وبتترجم في رجلين اللعيبة من أول دقيقة بفنيات، بجمل، بالتزام تكتيكي، أو حتى بعصبية. اهدى شوية يا عمدة. رجوع الروح مرة تانية وتالتة ورابعة وخمسة أكيد هيفجر في دماغي السؤال المعتاد: هل هنستمر عليها ونكمل استغلالها براجماتيا في الملعب بشكل كويس، ولا هتروح مننا؟ بس إني كمشجع كورة أشوف لعيبتي عايزة الفوز بره أرضها وبيشغلوا قدراتهم عشانه، فده شيء في حد ذاته يفرحني. في نهاية دور أول زعلني كتير. الإجابات التانية في المباراة دي هي الظاهرين. لو حد يفتكر في بداية الموسم في البرنامج ده كانت أغلب المشاكل مع الظاهرين بتوعنا سعد حسني وبهاء مجدي هي دفاعيا، خصوصا إن الفريق كان بيستقبل هجمات بالهبل مرتدة وعادية كانت بتتطلب إن هم يرجعوا يدافعوا ويبذلوا مجهود أكتر دفاعيا، لكن هجوميا ما كانوش سيئين أبدا من بداية الموسم، وفي المباراة دي كانوا جيدين جدا. سعد حسني وبهاء مجدي فرقوا معانا هجوميا في مباراة الجيش في رأيي، وخصوصا بهاء مجدي اللي له دور في الإيجابية الثالثة كمان. إيه الإيجابية الثالثة كمان؟ الضغط العالي الفعال، كلها على بعضها كده. جزء من تخفيف الضغط على دفاعنا لتقليل استغلال غلطاته كان وما زال الضغط على الخصم، خصوصا ولو كان لعيبه زي الجيش بيفقدوا الكوره بسهوله. زي ما انت شايف كده الضغط العالي كان حاجه حلوه في الماتش ده، بس فعاليته بقى هي اللي كانت احلى. ما كناش ماشيين جنب اللي ماسك الكوره ولا بنهوشه، لا احنا كنا بنضغط، ناخدها منه، نعمل منها فرصه، ونعمل من الفرصه دي السلبيه الوحيده في الماتش ده. سلبية مباراة الجيش هي أخف نوع سلبيات على قلب أي مشجع كورة: تضييع الفرص، والفريق كسبان. اللي جاي ده نوع فرص واحد بس ضيعناه من عدة أنواع في المباراة دي، النوع ده كان كافي لوحده إن احنا نطلع بنتيجة تاريخية. طلع عماد السيد انما قبله عفروتو، ماشي المهارة الفردية، الابتكار الشخصي عفروتو، المرتدات السريعة عفروتو والجول ضرب لخمة
طلعت منه بره الملعب. عارف وشفت ولسه ما زلت متابع ردود افعال حضراتكم على المباراه بتاعه الجيش. يعني في اللي شايف ان المباراه كانت انجاز تاريخي وان اي كلمه سلبيه عن المباراه دي تعتبر خيانه للكيان، وفي اللي شايف ان احنا زي ما احنا والدنيا سودة وايه الكآبه دي وهنفضل عايشين في عصر سواد وهنفضل نازلين حرام. ايه بس كده؟ بس سواء كنت بتنتمي للرأي ده او الرأي ده، المباراة دي كانت مختلفة جدا عن مباراة المقاولين. ورأيي انا بقى هو بكل بساطة احنا هجمنا لاخر دقيقة، ولو ان كل لاعب كان عايز يجيب جول لوحده. ضغطنا وقطعنا كور كانت حاسمة في المباراة دي، بس ما زلنا بنسمح بكور ما ينفعش نسمح بيها في منطقتنا. حطينا رجلنا من تاني على اول سلمة، بس لسه بدري قوي على القمة. 70 دقيقة للدراويش و20 دقيقة للجيش، كانت تقسيمة مباراة ممتعة جدا في رأيي. ورجل المباراة هو زي مباراة المقاولين اللي فاتت مروان محسن، بس على عكس مباراة المقاولين اللي فاتت كان بعد نزاع طويل من كذا راجل تاني مرشحين للقب ده. واخر سؤال قبل توقف الدوري، بعد ما تمينا الدور الاول خالص كده الحمد لله في ظل الظروف والعناصر الموجوده في الملعب او على الدكه، ايه هي افضل شراكه قلب دفاع شفتوها في الدور الاولاني وتتمنوا ان انتوا تشوفوها اساسيه اكتر في الدور الثاني؟ ربنا يجعل ليالينا كلها اداء ونتيجه وفرحه، وربنا دايما هيجمعنا على حب الاسماعيلي. انا الاسماعيلي انا الاسماعيلي